الحسن ظلك وفيه مثلك، يلي الحسن ظلك ليه العطر وانتي انفاسك دخون، ليه الكحل وانتي ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل، انتي اجمل، انتي اجمل من جمالك، انتي اجمل من مالك من خيالك، يلي كل افراح قلبك والحزن والمسافة بين فرقك ووصالك، وليه القلب الحنون تاخذك في الضيون، وليه القلب الحنون تاخذك في الضيون، ضيعتي عقلك وفيه مثلك، انتي ما غيرك عيون، انتي ما غيرك عيون، وانا احبك احبك احبك، وانتي انفاسك دخون، وانتي انفاسك دخون، وانتي انفاسك دخون دخون. يعطيك العافية. الله يعافيك ويخليك. ما شاء الله عزف وغنى. الله يعزك. يعني المجالين او خلينا نقول الجانبين كل واحد يعني يبي له موهبة من الداخل ما شاء الله. يعني مهما كانت الدراسة اتوقع او مثلا اكاديميين، لكن لازم تكون الموهبة موجودة اعتقد. اكيد تقريبا، يعني اذا شيء انت مو مستهويه ولا مهما درسته ما راح تقول هذا، مهما درسته او سويته ما راح تسوي ولا راح تتقن ولا راح تصير. لا بس صراحه فاجاتني بالغنى. دائما يعني اللي يعزفون العود مو كلهم يغنون. صح. ان الغنى صح بالعرض الصحيحه والطبقات الصحيحه يمكن اكثر اللي يعزفون، بس ما شاء الله عليك عزف وغنى، فاتوقع انت ربعك ما يخلونك بالطلعات. لا ابدا والله، يعني ما شاء الله شباب نجتمع وياهم وتكون دوانيه ولا كذا، والله نقول مع بعض فيه ما شاء الله يعني الكويت. اي السمر حلو مرات بينك وبين نعم اصحابك في الكشتات مثل ما نقول، او يعني تجمعات الدواوين الشبابيه. نعم صحيح. خلينا نتكلم عن موضوع تقسيم الكرد والبيات، يختلف عن التقسيمات الاخرى، السبب؟ المقامات الكل ومجاله. صحيح. ولها طرع على قولتهم. البيات يعني يكون شوي طربي، مقام طربي. عندك الكرد هم طربي بس يكون حساس، يعني في يحس الشخص اللي لما يسمع تحس انه يتألم معه. في حزن. اي مو حزن، لا في احساس عاطفيه، يعني تقدر تقول كذي، يعني في عاطفيه، مشاعر فياضه. مشاعر فياضه. نفس الصبا هو الحزين، يعني مقام الصبا يكون هو الحزين. واصعب التقسيمات شنو هي؟ والله ما في شيء اسمه صعب، يعني كل واحد ومجاله، يعني يكون كل تقسيمه لها جوها ولها صعوبه ولها سهوله لها، يعني كل مقام. قبل ما نسمع يعني واحدة من التقسيمات اللي تتكلم عنها، أبي أعرف يعني المستوى هذا ما شاء الله اللي وصلت له، إيش كثر يعني تعبت على نفسك فيه؟ يعني أنت بديت من 15 سنة قلت ما شاء الله عليك، لكن إيش كثر خذ منك يعني مجهود؟ هذا هم سؤال يعني قاعد ينطرح علي هم بالانستغرام عندي. أي. شلون بطور نفسي؟ يعني الناس تسأل كذا، وين ترد على العموم؟ فإن شاء الله لهم كلهم يتابعوني وأتمنى أنهم يسمعون النصيحة. الآلة أنا مثل ما قلت إنسان، كثر ما تقدر تعطيها هي تعطيك، بس مو اني اعطيها وانا يعني ما ادري شو اقول، او اقول شيء مكرر او اقول شيء، يعني احاول اشوف شنو الشيء صعب اللي يعزف فلان ولا فلان ولا يعني اي استاذ ولا اي كذا، ما في شيء اسمه صعب. اللي يقدر يوصل له الاستاذ ولا هالفنان لابد انه يقدر الانسان يوصل، بس انه يعني يبي له تعب، يجابل شوي، يجابل الشغله ويحس شلون طريقتها. يعني اختار لنا احد المقامات واعزف لنا اياه، خلينا نسمع. والله دام اننا قلنا خلنا نقول مقام الحساس شوي العاطفيه.
تبارك الله. عزف العود يعني آلة جميلة وتدخل في توزيعات كثيرة موسيقية. نعم، العود آلة شاملة. صحيح. ما لك مشاركات مثلا في تركيب لحن العود على موسيقات معينة مثلا؟ احنا دائما نشوف الحين مثلا الأغاني أو أيضا مقدمات المسلسلات، في نعم. بعض المقدمات كلها عود بس ما في حتى آلات ثانية. لا، أنا يعني بشكل رسمي لحد الحين ما صار شيء، بس إن شاء الله يعني ممكن إذا يكون لحن لي أنا أركب عليه ما أكون مشكلة يعني. فإن شاء الله في مستقبل قدام. إن شاء الله نتمنى الفرص تكون موجودة. أحيانا ترى الفرصة تكون موجودة لكن الواحد ما يكون عارف. هي إن شاء الله موجودة، وإن شاء الله يعني هم تقابلت مع كثير من الشعراء إن شاء الله كبار، وفي إن شاء الله الحان، وفي راح يطلع إن شاء الله شيء. إن شاء الله نتمنى أكيد مع السادة المشاهدين وحتى الجمهور اللي يتابع. طيب أنا اللي بعرفه ما شاء الله من خلالك يعني أنت يعني تعزف بشكل محترف جدا. شلون تشوف مستوى الشباب بالكويت بالفن تحديدا؟ يعني اكيد لك وجهه نظر خاصه فيك دام انك فنان او تلتقي مع الشباب بالفن اكثر. الكويت فيها مواهب، يعني انا ما ادري شو اوصف الاشياء، بس مواهب خياليه يعني بدون مبالغه. جميع الالات، مو بس حتى بالعود. نعم. يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني بين فتره وفتره ما شاء الله اشوف شيء جديد. انسان عازف تلقاه يعني موهوب شيء مو طبيعي، تلقاه بالكمان هم ما شاء الله. يعني شباب الكويتيين ما يحتاج. تلتقون مع بعض؟ اي اكيد. عازفين العود عندكم مثلا مجموعه معينه تقعدون دائما مع بعض تسمعون بعض مثلا بعض والله يا اخوي شوف الحين انت الواحد بوقت يعني مشاغل الدنيا وكذا، لكن لابد ان نلتقي يعني بين فتره وفتره، يعني يا يكون سمره شباب مسوينها ولا مسير عليه صحيح. اي تقريبا كذي، بس انه يعني ما شاء الله في مواهب، حتى مواهب صوتيه يعني شيء مو طبيعي. شنو ودك تسمعنا الحين؟ والله نقول هم استاذ عبادي بعد اغنيه اللي اسمها لو شفتها. لو شفتها قل لها إني على ما بدا مني، وإني بعد ما فارقتها صار حياتي عدم، حياتي عدم. لو شفت أجمل ما خلق ربي، لو شفت أجمل ما خلق ربي، وقالت لك بالعبي، قالت لك بالعبي، ولا عمره عارف يسهر على حبي وجرح قلبي. قل لها إني على ما بدا مني عرفت الندم، وإني بعد ما فارقتها صارت حياتي عدم. يا علها تسمح، يا علها لو شفتها، لو شفتها، لو شفتها قل لها. لو شفتها أوصف لها ليلي الطويل، لو شفتها قل لها أصبح حليل، لو شفتها أوصف لها ليلي الطويل، لو شفتها قل لها أصبح عليل، واتحطمت في نظرته كل الأمان، وتبدلت حاله بحال،
بحال وبحال قل لها إني على ما بدا مني عرفت الندم وإني بعد ما فارقتها صارت حياتي عدم يا علها تسمح يا علها لو شفتها قل لها. الله يعطيك العافية. يعني ما شاء الله عليك متمكن من هالمجال هذا، لكن قاعد ألاحظك إنه يعني متأثر وايد بالفنان عبادي الجوهر. يعني دائما يكون في أتوقع فنان يتأثر بفنان، يعني سبقه بالخبرة والمعرفة. عبادي طبعا أستاذ بالموسيقار عبادي، سوى شغلات بالألحان بالعود، يعني شيء أبدع مو أبدع لا، يعني لما أقول أبدع هذا ما يخلص فوق الإبداع ما شاء الله. يعني في كذا أغنية حتى في أماكن غريبة بالعود وأنت ما تتوقع أن ينقال فيها شيء، مسوي لحن فيها، ركوزة الأغنية كلها فيها يعني. خلينا نتكلم عن آلة العود. دائما نسمع أن العازف يتعلق في آلته وما يحب يغيرها، خاصة إذا مثلا يعني نوع الخشب وطريقة هذا وتعلم على العزف عليها. لو تجيب له مثلا آلة عود ثانية ما راح يكون مرتاح انه يعزف عليها، يبي آلته الخاصة. هي مو بطريقة كذي، بس ان العود يسمونه المسطرة مالت الرقبة اللي هي هذه، لها قياسات. في اللي 19 ونص، في اللي 19، في 20. فشنو اللي انت متعود تعزف عليه؟ ان كان 19 ونص لما تاخذ ال 20 هم يعني المكان اللي بس يعني تحس بعدم راحة مثلا؟ لا مو عدم راحة، تختلف عليك القياسات. تختلف القياسات شوي عليك لما يكون اقل من 19 ونص. واذا يابوا لك نفس الآلة ونفس السايز ونفس الحجم على اساس تعزف عليها تعطي نفسها، تعطي، بس يعني اذا كنت انت متعود على آلة معينة يعني ما اخذ وضعك عليها. يعني حتى الغالب العود ترى ممكن العود كبر الغالب. الغالب هذا في عود اكبر في عود اصغر شوي. فحتى انت لما تكون يعني مسافتك لاوتار وكذي تختلف، بس انه يعني ما يعني تكون متعلق يمكن اكثر بآلتك اللي انت متعود عليها. نعم. يعني شلون انت لما تكون تسوق سيارتك المهيئة، تسوق سيارة اكبر او شيء كذي تختلف قياسات عليك وكذي، نفس الموضوع كذي. نعم. يعطيك العافية. شكرا لحضورك معنا أكيد الفنان دريع، وفعلا أمتعتنا في هذه الحلقة. نبي نختم حلقتنا معاك بعزف بأغنية أنت تختارها. نبي شيء حق عبد الله الرويشي. في أغنية من الحان عبد الله الرويشي. نشكرك ونسمع راسك الله يخليك. وأكيد نشكر السادة المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا اليوم، كانت جدا مميزة أمانة. يمتعونا ونختم حلقتنا في هذا العزف ايضا المتميز. حنقول لكم نشوفكم على باكر تستمتعوا بالعزف. نشوفكم على خير، مع السلامه. تحس فيني تصد عني، تخيرني ما بين امرين، يما اروح ولا انساك وانا ميت من الصابين. تبيني اروح ابي روحي تردها، تبيني انساك اموت وان على حال. تبيني اروح ابي روحي تردها لي، تبيني انساك اموت اهون على حال. ابيك اليوم قبل باكر الا يا لهفة الصابر لهفة الصابر. ابيك اليوم قبل باكر الا يا لهفة الصابر لهفة الصابر وانا ميت من الصبر.